تحلايتك اليوم عندي، ولما أقولك بمكونات متوفرة بكل بيت يعني بدك تقومي تعمليها فوراً بشوية طحين ودوقوا يا جماعة واستمتعوا بأطيب طعم. وقد ما أقولكم بتشهي قولوا أكتر. بتعرفوا لي هاي القرشة الخفيفة الزاكية اللي أبداً ما بينشبع منها؟ انتوا بس اسمعوا لي هالصوت. يا عيني يا عيني. أحبائي مثل العادة ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وأنتو. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو أنتم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية رح أحضر الشربات أو القطر. كوب ونص من السكر، 2 كوب من المي، عصرة ليمون برفعهم على الغاز بعد الغليان، بحسب له 5 دقايق وبحط له معلقة كبيرة من ماء الزهر وبتركه ليبرد معانا تماما. بالنسبة للطحين عندي هون 2 كوب ونص من الطحين، رح أضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا، و3 معالق كبار من السمنة المذابة، ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. بفرك كل المكونات مع بعض عملية بس، وأول ما تتغلف عندي كل هالمكونات بالسمنة اللي ضفناها رح نبدأ نعجن بمي دافية. إضافة المي بتكون بالتدريج لنحصل على قوام عجين متماسك ما بتلزق بإيدي، وبنفس الوقت أقدر إني أشكلها وأنا مرتاحة، يعني لا تخليها ناشفة معاكي ولا طرية كتير. البداية أنا نسيت أضيف معلقة كبيرة من السمسم ومعلقة كبيرة من حبة البركة، المفروض تضيفوهم على المواد الجافة. بعد ما عجنتهم كتير منيح بتركها ترتاح 10 دقايق ومباشرة رح أبدأ أشتغل فيها. قسمت العجين عندي لقطعتين تمام. بعد هيك بدأت أرشها بالنشا. ما بنستخدم الطحين أبدا لحتى يساعدك أكتر بالتوريق. بالنسبة لإضافة معلقة كبيرة من الخل و3 معالق من السمنة المذابة وإضافة النشا وإحنا عم نشتغل فيها، ده أكتر شي بيساعدك إنها تكون معاكي مورقة تمام، وقرشتها تكون خفيفة. بعد ما رقيتها بسمك 1 سنتي رجعت حطيت على الوجه كمان معلقة كبيرة من النشا وفردتها كتير منيح، وببدأ ألفها على شكل رول. وطول ما أنا بلف فيها بضغط عليها بطلع كليات الهواء منها، أنا ما بدي إياها تكون معانا فيها فراغات أبدا. بعد هيك رح أقطعها على شكل دوائر سمك أصبعين مش أكتر من هيك، وبخلص كامل الكمية بنفس الطريقة. هلأ ببدأ أخذ قطعة قطعة وما بخليها بالعرض، بوقفها بالطول وبالشوبك ببدأ أرجع أرق فيها من أول وجديد، وبخليها رقيقة جدا جدا جدا. قد ما فيك ترققيها رققيها بتطلع معاكي أطيب وأطيب. شوفوا بهذا السمك اللي واضح قدامكم، وهيني بقولكم كليات التفاصيل لتطلع معاكم إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. بنزل قطع العجين على زيت غزير وحامي، وأول ما بنزل القطع بنزل الحرارة على المتوسط، وطول ما أنا بحمر فيهم بضلني أقلبهم بهذا الشكل اللي واضح قدامكم لياخدوا معي هذا اللون الأشقر الجميل. مباشرة وهم سخنين بنزلهم على القطر. طبعا القطر أو الشربات بيكون عندي برد تماما. وشو بدي أحكي لكم؟ لأحكي لكم على طعمتهم اللي بتشهي القلب. قومي فورا حضريهم وابدا ما رح تندمي، واستمتعي ومتعيهم باطيب طعم. مثل العاده لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، خبروني حجربوها او لا.